ترى بقى رامبو المصري سبع ولا ضبع؟ ده ايس كريم ساخن، الحمد لله على السلامه. انا بقول لكم الاول وحذركم الحلقه دي هيكون فيها سبويلر وهنحرق الاحداث. ايه بقى حكايه البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو؟ عصام عمر طالع بشخصيه حسن، بيشتغل فرد امن في شركه صغيره، عايش مع عمه والكلب بتاعه اللي اسمه رامبو، عايشين في بيت قد علبه الكبريت وحالتهم زي البلد، حالتهم في الدمار. كارم بقى اللي هو صاحب البيت اللي عامل دوره احمد بهاء، وكان مفاجاه كبيره في الفيلم، راسه والف سيف ان هو عايز يطردهم من شقتهم اللي هي اوريدي اصلا قد كده علشان يوسع ورشته. في يوم من الايام كارم بيغتت على حسن قصديين، فرامبو الكلب بيدافع عن صاحبه حسن، فبيعمل ايه؟ فبيهاجم كارم بيأذيه في منطقه حساسه وبيعضه في منطقه حساسه. كارم بيتجلمل وراسه ألف سيف يانا يا الكلب، هو بجد بيبقى شايف نفسه كلب زيه زي الكلب كده، يقول له هاتهولي هنا راجل لراجل. حسن بيخاف على الكلب بتاعه، فبيعمل ايه؟ بيحاول بقى ان هو يهربه، يوم يبات بيه بره البيت، يوم ياخدوا حد دله على مكان علشان يعني ياخدوا الكلب، لكن بيكتشف ان ده مكان بيعملوا رهانات على الكلاب. في الاخر حد بيدله على مرجع للكلاب، لكن كارم بيعرف وبيروح هناك وبيضرب نار على الكلب، والكلب بيفقد واحده من عينيه بس ما بيموتش. وبعدين اسماء اللي احنا بنفهم ان كان في بينها وبين حسن مشروع حب بس اتوقد من قبل ما يبتدي، بتساعده ان هو يودي الكلب لناس اكيبه. اول لما بيوصلوا عندهم في الفيلا بيكتشف حسن ان الناس دول هياخدوا رامبو معاهم كندا، وبيبقى المشهد بقى الاسطوري الشاعري، وحسن بيودع رامبو وبيقول له كلمه هتعلم فيكوا جامد قوي، بيقول له سافر هتنبسط وهتلاقي هناك اكل حلو ورخيص. بعد ما حسن بيودع رامبو بيرجع يلاقي كارم طرد امه بالفعل من البيت، بيتجنن، كل بقى احساس القهر والغضب ده بينفجر عند حسن. حسن بيروح ينتقم من كارم، بيولع في عربيته وبيتخانقوا بقى خناقه للركب والدم بيسيح. لكن بعد الخناقه الفظيعه والاكشن الخطير اللي خده حسن، ايه بقى نتيجه اللحظه والاكشن الجامد قوي اللي خده حسن ده؟ ولا حاجه. في الاخر بيطرد هو وامه وبيعيشوا فوق هضبه كده منفيين زيهم زي كلاب الشوارع بالظبط، واخرهم يبصوا على القاهره كلاب من بعيد. سبع ولا ضبع؟ ده مصطلح دارج عندنا في كلامنا اليومي كده، لو سبع يبقى انت كسبان ولو ضابع يبقى العكس. من اول لقطه في الفيلم احنا بنشوف الضابع موجود، حسن بيتفرج عليه في التلفزيون، بيتفرج على الموبايل، فكره الضابع دايما حاضره طول الفيلم، مع ان الضابع ده حيوان مكروه في ثقافتنا الشعبيه لان هو بياكل الحيوانات الميته، مع ان هو شرس، لكن هو شخصيه مكروهه. بعد اللقطه الاولانيه اللقطه اللي وراها على طول في اول الفيلم بنشوف حسن بيلعب مع الكلب بتاعه. حسن بيلعب مع الكلب بتاعه ازاي؟ الاتنين بيتخانقوا على لعبه وكل اتنين ماسكينها ببقهم، ففي اللحظه دي حسن والكلب بقوا حاجه واحده. الفيلم ده بطوله حسن ولا القاهره. فاكرين في حصه العربي زمان واحنا صغيرين لما كانوا بيعلمونا ان في قصيده مدح وقصيده هجاء وقصيده رثاء، دي اللي بتتقال للميتين؟ اهو الفيلم ده بكل بقى الصور والكادرات والمزيكا اللي اشتغله خالد منصور المخرج، تحس ان هو مرثيه حديثه للمدينه القديمه اللي هي القاهره. القاهرة حاضرة طول الوقت في الفيلم، طول الوقت بنشوف حسن بيلف في شوارعها ومعاه رامبو، هما الاثنين بيتفرجوا، عايشين، بيحتكوا، بيشتبكوا او مجرد بيتفرجوا عليها. وكمان حسن تقريبا طول الفيلم لابس يونيفورم الشغل بتاعه، واللي فيه هنا على الشمال ناحية القلب كده مكتوب كايرو، فكايرو موجودة طول الوقت. بس كايرو في فيلم خالد منصور مش اللي احنا متعودين عليها، كايرو ضلمة وباردة وقاسية ويسودها قانون الغابة، القوي بينهش الضعيف والقوي هو اللي كلمته بتمشي. فكرتني كتير قوي كمان بالإضاءة الخضراء دي، فكرتني مدينة جاثم بتاعت فيلم الجوكر إخراج تود فيليبس، فاكرينها؟ بس الأخضر اللي في الفيلم ده مش الأخضر اللي احنا متعودين عليه إن هو رمز للخصوبة والنماء والازدهار والحاجات دي، لأ، ده أخضر صناعي، أخضر شبه العفن، وفي لون أزرق بارد كده شبه لون الموت. فهو الفيلم ضلمه، ده غير ان الصوره ضلمه قوي، يعني هو الفيلم مش اسعد حاجه، بس هو تحس ان هو بيقول لك او بيوري لك انطباع شاب من فئه معينه تجاه المدينه اللي هو عايش فيها. فاهمني قصدي؟ هو الفيلم ضلمه، الصوره ضلمت منه كتير في حتت كتيره، ما كناش شايفين تفاصيل المشهد، فدي كانت حاجه مزعجه، لكن ان جنرال هو كان عايز يعمل حاله كده من الكآبه في الفيلم، لكنها مش الكآبه لدرجه ان انت تخرج من الفيلم تبقى عايز تموت نفسك، لا، هي لسه شويه كده اللي هو يعني انت مكتئب وماشي ومكمل، مهزوم كده بس مكمل برضه. فاهمني؟ جيل الألفية اللي حسن منهم بيشوفوا أحلامهم بتنهار قدامهم. الشاطر حسن اللي كان بطل الحكايات اللي اتربى عليه الجيل ده ما بقاش شاطر، ولا حتى رامبو اللي كان بطل افلام الاكشن المشهور لا هو قادر يهزم الاشرار ولا حتى يدافع عن نفسه.
ده حتى حسن اللي بيشتغل فرد امن لا قادر يحقق الامن لا لنفسه ولا لامه، واكيد مش هيقدر يحققه لاي حد. وعلشان كده برضه على اليونيفورم بتاعه من ورا مكتوب كلمه سكيورتي، يعني امن، بس هتلاقي حروفها ناقصه واقعه ومتخربشه. ولان الاب مش موجود فحسن بيرجع لعمه. عمه ده من جيل السبعينات زي ما بنفهم كده من الصوره اللي حوالينا، لكن هو ما بيقدرش يساعده ولا يقدر يقدم له حاجه. وده بياخدنا لفكره انه بعد ما الاب طفش حسن فقد حاجات كتيرة جدا، وفي معاني كتيرة قوي من الحياة طفشت مع أبو حسن. حسن ما عندوش أي حاجة، لا عنده أب ولا عنده وظيفة حقيقية ولا عنده بيت حقيقي ولا عنده حب حقيقي، لأنه اتولد ما عندوش حاجة عشان هو فقير واتولد في مدينة مش هتديله الفرصة إن يكون عنده حاجة. فعشان كده تحس إن كل شيء مجرد الأمن، العيشة، والحب. فرصة الفقراء إن هم يكملوا في الدنيا معتقدة على اللي بيمن بيه الأغنياء عليهم، زي صاحب الشغل مثلا اللي ادى حسن بق من حياة الأغنياء، اداله ازازة ويسكي صغيرة، أو زي الزبونة اللي بتتبرع لعم حسن المكواجي ببواقي تورته، أو حتى الدكتورة الست المحترمة الست هانم اللي قررت تنقذ رامبو وتاخده معاها يسافر كندا. بس هل فعلا المدينة هي المولانة؟ لو تفكر فيها كده، هي المدينة دي اللي خلت الأب يطفش، وهي اللي أجبرت السيد رامبو إن هو يهاجر، وهي المدينة اللي لفظت حسن وأمه عشان يعيشوا فوق بعيد كده على الأطراف. أنا لما طلعت من الفيلم ده بجملة فضلت ترن في وداني، وأعتقد إن ناس كتيرة قوي عارفينها كويس قوي: وكل شيء بينسرق مني. جملة من أغنية محمد منير المشهورة شجر الليمون. الجملة دي بتلخص قصة حسن، كل شيء بينسرق منه. بس أنا مش عارفة هل المدان فعلا هو المدينة هي اللي بتسرق مننا إنسانيتنا، ولا زماننا اللي احنا عايشين فيه. الفيلم بيقدم عصام عمر في أول بطولة سينمائية ليه. عصام عمر أدى دور مش سهل خالص. ليه؟ لأنه احنا متعودين إن البطل ده بيبقى قوي وشجاع وبينتصر وبتاع. العكس تماما، دور البطل المهزوم دور صعب جدا، وعصام عمر اتوفق فيه لدرجة كبيرة جدا ان هو يصور لنا الولد اللي فقد ابوه، اللي عايش مع امه بيسمع كلام امه، وهو حرفيا شايف نفسه زي الصرصار المقلوب على وشه. ده اللي قالته لنا الصوره. واعتقد ان هو توفق وقدر يكسب تعاطف الجمهور. حلاوه تمثيل عصام عمر ما كانتش هتبان الا لو كان قدامه حد بنفس القوه، بس حد الشرير هو كان كارم اللي عمل دوره احمد بهاء. كانت مفاجاه. انا بالنسبه لي اعرف ان هو مغني بتاع شرموفرز وراجل لذيذ كده وبيطبر دمه خفيف جدا، فمش متخيل يطلع منه كل التمثيل التراجيدي ده. وعمل الفيلن كما يجب ان يكون، وكان فيلن ذكي، لان هو يعني هو الشخص الشرير بس هو مش قوي قوي، هو قوي على حسن عشان حسن ضعيف. حتى كارم هو شرير مهزوم في رجولته، كلب عضه، هو بيتنمرض على حسن عشان هو ضعيف، لكن هو في الاخر المدينه كلها قاسيه عليه، فهو مش شرير في المطلق كده. وكمان اب وحنين مع ابنه، فكانت الشخصيه لا تخليك تفكر في حاجات كتيره زيها زي بقيه الفيلم طول الوقت بيفتح لك سكك كده تفكر، ما بيقولكش رساله واضحه، ودي احلى حاجه في الفيلم ده. اما شخصيه اسماء فهي الشخصيه المؤنثه لحسن واللي لعبت دورها راكين سعد، لكن شخصيه اسماء ما اتطورتش. خطها الدرامي كان تقليدي جدا وما حصلوش تطور كبير. هي البنت كانت بتحب ولد فقير زيها، طبعا لا اتكلم ولا قرب ولا خد خطوه، فراحت اتخطبت لراجل اكبر منها وواضح ان هو مطلق وعنده بنات. قصه تقليديه جدا، ما اعتقدش ان هي فادتها. هي كان دورها بس ان هي تورينا انه حتى الحب حسن مش قادر عليه. الفنانه بقى سما ابراهيم كانت طالعه في دور ام حسن، بس انا ما قدرتش اتعاطف معاه. ليه؟ لان هي ادائها كان مربك. هي مش عارفين ان هل هي ست ضعيفه ولا هي ست قويه ولا هي ست مهزومه، يعني ما قدرتش تديني اداء كده يفهمني هي طبيعتها ايه. هل هي ست متمرده؟ دي ست جوزها سابها وطفش، ووضعها ايه بالظبط؟ هل هي قويه ولا لا؟ وبعدين ادائها الاوفر المسرحي ده خلاني ما اتعاطفش معاها مع ان انا شايفاها. في المقابل بقى دور الاب ما ظهرش، لكن احنا طول الوقت لما بنسمع صوته في التسجيلات اللي حسن بيسمعها انا بتاثر بيه جدا وبتعاطف مع الاب جدا 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 مع اني ما شفتوش وبسمع صوته بس. وبالمناسبه صوته كان حلو جدا وهو بيغني شجر الليمون. عندي واحد صديقي شاف الفيلم ومقتنع تماما ان الفيلم ده بيتكلم عن القضيه الفلسطينيه، وحد تاني شايف ان هو بيتكلم عن حاجه تانية، وحد تالت احلى حاجه في الفيلم ده او هو ذكائه ان هو قادر ان هو يبعت رسائل مختلفه ومتنوعه ومش بيفرض عليك سكه واحده. انت تتفرج وتقرر بقى وتفهمه زي ما انت عايز. هو ممتع ودي شطاره، انا شايف ان دي شطاره وذكاء
وهو المخرج اتوفق في الحته دي. الحته التانيه ما توفقش فيها طبيعي، يعني مفيش حاجه هتبقى كامله 100%، لكن ان مخرج في العمل الاول بتاعه يقرر ان هو يغرد خالد السرب، يقدم نوعيه افلام احنا مش متعودين عليها كتير من زمان، فدي حاجه كويسه. انا شايفه دي حاجه ايجابيه جدا، وشايفه ان الجيل الجديد والله في امل كبير قوي في السينما. هو انا صحيح قلت لكم كده على قصه الفيلم في عجاله، بس لما هتشوف حاجات تانية خالص. فيلم من اخراج خالد منصور ومن تاليف خالد منصور ومشاركه مع محمد الحسيني، وده ايس كريم ساخن. ولو حابين ان احنا نكمل فلازم تفتكروا انه احنا محتاجين لايك وشير وكومنتات حلوه كتير.